عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي متتبعي مشتركي قناتي سلامة كناش، اخباركم شلونكم؟ ان شاء الله اموركم طيبة. اليوم عمل جديد وفيديو جديد ان شاء الله. غنصنع هذه لوحة فنية. احتجت ليها هذه انا خديتها جاهزة من المكتبة. هاد اللوحة مصايبة بهذه الكانفا، خديتها جاهزة بلا ما نوجدها. فأول شيء إن شاء الله غتتبعوا معايا الخطوات خطوة بخطوة. أنا كنشتغل وانتم كتتبعوا معايا الخطوات. أول شيء إن شاء الله غناخد النص تاع هاد يعني الأبيض اللي درت. فلو كان عندي الزجاج كان احسن، كان ما يحتاج يعني يرتبوا لان هذا عنده مثل ما تشوفوا بحال المرايه، جهه لامعه وجهه مصبغه بالبيض، فلازم ارتبوا يعني بقطعه قطعه. يعني مو نفس الزجاج، لو كان عندي الزجاج كنت نطرته بسرعه، فهذا ياخذ مني وقت، فمعليش. انا حصلت على هذه الكرتونه بهالشكل هذا اللي غنحطها كلوحه يعني جاهزه، بلا ما نحتاج ندير لها الاطار ولا هذا الكادر، فهكذا يعني بارزه. بس غنلصقها بالشمع من الجوانب. صافي وهي جاهزه. وثني القطع الثاني اللي كانوا عندي انا يعني جهزتهم من قبل باش ما نطولش الفيديو، لان كانت كرتونه وحده، كانت كرتونه طويله وقطعتها على جوج وصايبتها يعني باش كما قلت لكم باش الفيديو ما يجيش طويل، بنفس الطريقه تاع هذه، بس لصقت ليها الجوانب. فانا كما كتشوفوا انا ديجا يعني سطرت او خديت الشكل اللي اختاريته انا نصايب بهذه اللوحه هذه، فهو يعني شكل اختياري، كل واحد يصايب هذا الشكل اللي بغى او القياس اللي بغى. فانا حددت يعني صايبت كل شيء، بقى لي باش نطبق هذا الصبغ سواء على هذه القطعه هذه والقطعتين يعني اللي باقيين.
فغتبقاو معايا ان شاء الله وتبعوا معايا المراحل كامله من الاول حتى الاخر. فهنا غنلصق هاد اللصقه هذه اللي هي بحال الورق باش غنحدد بها وتسهل عليا هذا باش نطبق الصبغ ويجي يعني نظيف من الجوانب. هنا في هاد الاماكن هذه الجانبيه انا غنزين بهذا بالشمع بس بطريقه عشوائيه. غندير عباره عن دوائر بهذه الطريقه. وهني بعد في الصوب هذا حط هذه نفس هاد اللي سويت قبل، نحط عبارة عن دوائر. كيف ما كتشوفوا كملت هاد البلاصه هذه بهاد الشمع. وهنا بعد حطيت هذه مربعات، كان عليا صراحه قبل ما نصايبهم قبل ما نصبغ بالاسود، لكن داركت الموقف في الاخير وصبغتهم. من بعد غنصبغهم بالذهبي. باقي ليا بس الاخيره، باقي لي حتى في هاد الجهه هذه حتى هي غنحط هاد الشمع بهاد الطريقه كيف ما وريتكم قبل. واخا راني صبغتها بالاسود، لكن معليش من بعد غنعاود نصبغها بالاسود. بعد كان عليا نحط الشمع الاول ومن بعد نحط الشمع، لكن ماشي مشكل. من بعد ما كملت هذه الطريقه الاولى في وضع الشمع، هاد الاماكن هادو هما غنحط فيهم الشمع، لكن غنحط تشكيله غير. غنستعن بهاد الغراء هذه بهاد الجهه هذه هي اللي غنحتاجها. فتابعوني وغتشوفوا كيفاش الطريقه. نبقى ندير بهاد الطريقه هذه. وانا كملت هاد الجهه هذه. دابا غنمشي للوحه الثانيه.
بعد نفس الشيء غنعمر هذه المنطقه هذه. وهنايا في هذه الجهه هذه غنصبغ ماشي غنصبغ، بس غنحط فوق من هذا الاسود غنحط الفضي، بس يعني بطبطبه خفيفه باش بغيت يجي الصبغ ممزوج بين الاسود وبين الفضي، بس بهذه الطريقه هذه. وهذا هو الشكل النهائي تاع اللوحه تاعنا كيف ما كتشوفوا، فما شاء الله جا منظرهم راقي وعصري. فبدل ما نشريهم انا بثمن غالي، انا قلت نصايبهم لراسي لما لا. وصراحه حتى لو حصلت هاد الاشكال يعني في كيتباعوا فكيكونوا غاليين بزاف. وكنت صايبت هاد اللوحات هادو جوج معاها بعد ما صورتهمش، لكن كيبقاو بنفس التقنيه اللي صايبت بهم اللوحات يعني الاخرين تماما. فاشكالهم صراحه كيجيو مع الصاله ومع يعني في الحيط كيجيو غزالين تبارك الله. فهذه هي نهايه الفيديو. ان شاء الله كنتمنى الفكره والفيديو تاع اليوم ان شاء الله يعجبكم. ما تبخلوش علينا بالتعاليق وباللايك وبالاشتراك القناه مع الاهل والاصدقاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.